في مفاجأة كروية قد تهز عالم كرة القدم. كشفت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي الأمريكي عنده نية جدية أنه يرجع يلبس قميص برشلونة تاني في الصيف اللي جاي. الراجل اللي ساب النادي الكتالوني في 2021 وسط ظروف درامية بيفكر في العودة عشان حلم واحد بس، إنه يلعب في ملعب كامب نو بعد تجديده. الخبر ده اللي نقله صحفي أليكس كاندال من قناة دايركت تي في سبورتس بدأ ينتشر كالنار في الهشيم في الصحافة العالمية، وكل المؤشرات بتقول إن ميسي ممكن يكون على أعتاب خطوة تاريخية تاني. ميسي مش مجرد لاعب مر على برشلونة، ده أسطورة النادي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الراجل لعب مع البارسا أكتر من 17 سنة، سجل خلالهم 672 هدف وصنع 303 أسيست، ورفع معاهم كل البطولات اللي تتخيلها، من دوري أبطال أوروبا للليجا لكاس الملك وحتى السوبر الإسباني والأوروبي. ميسي كان القلب النابض للفريق، والجماهير كانت بتشوفه مش بس لاعب، ده كان رمز للهوية الكتالونية. لكن القصة الجميلة دي اتقطعت فجأة في 2021 لما مشاكل النادي المالية خلت الإدارة وقتها مضطرة تتخلى عنه. ورغم ان ميسي كان عايز يكمل، اضطر يرحل الى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، وده كان مشهد مؤثر جدا للجماهير اللي شافت نجمها الاول بيمشي والدموع في عينه. بعدها بسنتين ميسي قرر ياخد خطوة جديدة وراح انتر ميامي الامريكي، في خطوة وصفها البعض بانها استراحة محارب قبل الختام. السبب الرئيسي زي ما تقارير بتقول هو إن ميسي عايز يلعب ولو لموسم واحد في ملعب كامب نو بعد تجديده، وكأن عنده رغبة يودع الجماهير في المكان اللي صنع تاريخه. ميسي دايما كان بيحس إن برشلونة بيته الحقيقي، وحتى بعد رحيله كان بيقول إحنا بنحس إننا من برشلونة، دايما بنفكر في اليوم اللي هنرجع فيه نعيش هناك. الكلام ده معناه إن فكرة العودة مش جديدة عليه، لكنه كان مستني الفرصة الصح. الملعب نفسه لسه مش جاهز بالكامل، وده ممكن يكون عائق لو فكر يرجع فعلا. بس الفكرة ان ميسي مش ناوي يعتزل قبل ما يلعب كورة مرة تانية في أوروبا، وده ممكن يكون استعداد لكاس العالم 2026، البطولة اللي ممكن تكون آخر ظهور ليه مع الأرجنتين. الموضوع فيه شوية تعقيدات، لأن عقد ميسي مع انتر ميامي مستمر لنهاية 2025، يعني لو برشلونة عايزاه لازم يكون في اتفاق بين الناديين أو حل وسط يسمح له بالرجوع ولو إعارة لموسم واحد. ده غير أن إدارة برشلونة الجديدة بقيادة خوان لابورتا بتحاول تصالح ميسي والجماهير بعد اللي حصل زمان. الأيام الجاية هي اللي هتحسم كل حاجة، لكن لو رجع فعلا هنكون قدام واحدة من أعظم القصص في تاريخ كرة القدم. نجم خرج من بيته مكسور لكنه رجع بطل وسط هتافات جماهيره. فتفتكروا نقدر نقول مرحبا ميسي قريبا؟ ده اللي هنشوفه الأيام الجاية.